ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره بتشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتقولوا ماما وبابا عشان يشتركوا في القناه ويشوفوا احنا بنذاكر ازاي. النهارده بقى الفيديو بتاعنا مميز جدا لاطفال الكي جي، وخصوصا الكي جي 1 وكي جي 2. تمام. النهارده هناخد الناونز. مين هيقول لي ايه هما الناونز؟ مين يا شطار؟ مين هيقول لي ايه هما الناونز؟ مين؟ طيب هنقولهم مع بعض. الناونز زي مين؟ زي اسمي واسمك. زي مين؟ زي ماما وبابا. طيب هناخدهم واحدة واحدة مع بعض. الناونز اللي هما مين؟ الأسماء. طيب الأسماء دول في أسماء persons اللي هما مين؟ الأشخاص. البيرسون زي مين؟ زي اسمي، مس إسراء. طيب زي مين؟ زي علي. زي مين؟ زي داد، بابا. زي مين؟ زي مام. ده البيرسون اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو my name is إسراء، your name is علي. طيب dad بنقول عليه اسم، ومام بنقول عليها اسم. تمام. طيب تاني حاجة زي مين؟ animals، الحيوانات. زي cat، زي rat، زي elephant، زي ايه كمان؟ زي dog. طيب بعد كده كمان عندنا ايه بيندرج تحت nouns؟ احنا قلنا في الأول النouns زي مين؟ زي person، إسراء، علي، داد، مام. أي اسم موجود اسم شخص بنقول عليه إيه؟ noun. طيب person noun. طب وعندنا الانيمالز زي مين؟ زي الكات، زي الرات، زي الاليفانت، زي الدوج، زي الرابت، زي الجيراف. أي حيوان موجود على وجه الأرض بنقول عليه noun. طيب بعد كده عندنا places. أيوة، مين هيقولي places زي إيه؟ زي school، home، club النادي، hospital مستشفى، وكمان cinema. طيب يبقى احنا اخدنا nouns persons و animals places. persons like إسراء like علي dad mom. animals like cat like rat like elephant and who. طيب sorry and dog. places like school home club and hospital. okay. لسه في nouns كمان بنقول عليها nouns. yes. plants نباتات. زي ايه؟ trees. flowers. yes. sun flower. ايه كمان؟ هنراجع تاني على الناونز. قلنا الناونز بنستخدمها زي مين؟ زي persons names. طيب زي إسراء علي dad mom. والانيمال زي cat rat elephant and dog. places like school مدرسة، وعندنا home، وعندنا club and hospital. plants like trees like flowers like sunflowers. يبقى أنا عندي الناونز بتنقسم لفور sections like persons أسماء الأشخاص، أي اسم موجود عندنا بنقول عليه noun. والانيمالز أسماء الحيوانات بنقول عليها nouns. places plants كل دول بنقول عليهم noun. هننتقل دلوقتي لجزئية تانية. أفكركم إن إحنا قلنا عندنا vowels 5 vowels، 5 حروف متحركة. طب أنا باخدهم إمتى؟
A والE والI والO والU. طيب عندي حاجتين اسمهم indefinite articles، A والآن indefinite articles أدوات النكرة. طيب باخدهم امتى أدوات النكرة؟ مع الحروف المتحركة، أو باخد مين فيهم مع الحروف المتحركة؟ عندي دول 5 vowels، وباقي الكونسونانت بقول عليهم، باقي الليترز بقول عليهم 21 consonant letter، بقول عليهم 21 حرف ساكن، وباخد الخمسة المتحركين بتوعي. طيب عندي ال A والآن، عندي الحروف ال A وال A وال I وال O وال U، باخد مين من الاتنين دول مع الحروف دول؟ طيب هنجيب كلمة ونقول هناخد معاها مين؟ عندي هناخد كلمة بتبتدي بحرف ال A and. طيب انتي يا انت هتختاري مين من دول؟ ايوه انا بادئه بفاول، هاخد مين فيكم؟ هاخد ايه ولا ان؟ هاخد ان، لان انا ما ينفعش اقول انت، ما ينفعش خالص، يبقى انا هاخد مين؟ هاخد ان. يبقى انا خلاص عرفت ان انا لو انا عندي فاول في اول الكلمه باخد معاه ان، مش باخد معاه ان. طب انت يا ايه مسكينه بتيجي مع مين بقى؟ مع باقي الكونسونانت اللي هم البي والسي والدي والاف والجي والى اخره. يبقى انا اخدت خلاص ان انا الفاولز دول بشوفهم مع حاجه اسمها الان دي بنقول عليها indefinite articles، ادوات النكره. ما ينفعش اجي اخد مع كلمه بادئه بفاول ايا كان الفاول، سواء كان A E I O U. طيب هنجيب اكزامبل تاني، هناخد elephant. ينفع اقول ايه؟ قلنا لا، امال هنقول ايه؟ an elephant. طيب ينفع اقول an book؟ احنا قلنا ان البوك كتاب بادئ بساكن والكونسونانت ساكن، الساكن يعني كونسونانت والكونسونانت هنا بي، لتر بي. ينفع اقول ان بوك؟ ما ينفعش اقول ا بوك. يبقى انا خلاص اخدت ان الاي بتيجي مع الكونسونانت ليترز، والان بتيجي مع مين؟ مع الفاولز. هندخل بقى الجزئيه الجديده، هنشوف احنا بنختار ايه ولا ايه مع الجزئيات بتاعتنا، وبناخدهم مع المفرد وعلى الجمع. خليكم معايا. عندي الناونز، قلنا الناونز 4 sections، زي places زي persons زي كمان الانيمالز زي plants. طب انا عندي الناونز ممكن تبقى plural وكمان singular. يبقى singular اللي هو المفرد، وبلورال اللي هو الجمع. طيب عندي plural هنتكلم عن singular زي ايه؟ a cat، a rat، a pen. والبلورال، طيب انا عايزه اتكلم عن البلورال، انا هستخدم نفس الكلمات اللي انا استخدمتها هنا، بس انا لما اجي اتكلم عن اسم singular مفرد، اسم مفرد، بقول a cat قطه واحده، a rat فأر واحد، a pen قلم واحد. طب انا هتكلم على اكتر من حاجه، والجمع دايما بيكون حاجتين او اكتر، بعمل ايه؟ بحط اسم في الاخر هنا cats. طيب ليه يا مس ما اخدناش الايه هنا مع الكات؟ عشان ما باخدش الايه او ان مع plural nouns، ما باخدش الايه والان مع اسماء الجمع، باخد الايه والان مع singular nouns only بس. طيب هاخد rats، pens. طب هو انا ينفع اقول cat؟ ينفع؟ ما ينفعش خالص. قلنا ان الايه والان مع singular nouns بس. تاني عندي الأسماء
الناونز بتاعتي بتنقسم singular nouns و plural nouns، أسماء مفرد وأسماء جمع. الsingular like a cat a rat a pen، والplural like cats نفس الكلمة بس بزود لها اسم rats pens. طب ليه يا مس احنا ما أخدناش تاني؟ مش أنا عندي هنا a cat، ليه ما أخدتهاش a cat؟ عشان ما ينفعش آخد a و an مع plural nouns مع أسماء الجمع، بستخدم ال a و an indefinite articles أدوات النكرة مع singular nouns only. أتمنى تكونوا استفدتوا النهارده في الفيديو بتاعنا، وأتمنى إن انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان تقولوا لأصحابكم علينا عشان يشوفوا احنا بنذاكر ازاي. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، وباي باي.